اول مكوة شعر ايطالي في مصر وكمان تنفع للبروتين. شوف انت بقى لما ملوك الازياء والموضه ومستحضرات التجميل بنفسهم يعملوا مكوة شعر، يا ترى المكوة دي هتبقى مواصفاتها ايه ودنيتها ايه؟ هو ده موضوع الريفيو النهارده. مكوة الشعر اكسترا برو هي دي تحفه جديده، مكوة شعر جامده جدا. انا بقول لك ان دي هتبقى من افضل واهم المكوات اللي نزلت في السوق المصري، سواء كان للمستخدم الشخصي او حتى للكوافير والصالونات في شغل البروتين. طبعا شكل العلبه الخارجيه اهو، علم ايطاليا عليها، اسم المنتج اكسترا برو، ده شعار الشركه المنتجه وموجود اهو على جنب العلبه. وفي الظهر كده هتلاقي الموديلات بتاعه الاكسترا برو بتاعتنا دي، اللي انا اخترت موديل واحد بس عشان نعرف نتكلم عنه وعشان كمان نستخدمه وينفع للاستخدام في مصر. وهقول لكم اخترت المنتج ده ليه. مبدئيا كده عشان تبقى عارف، المكوه دي لسه ما اتقلدتش، لسه جايه زي ما بيقولوا كده بشوكها، ما اتعملش منها تقليد. وفي حاجات كمان جوه المكوه نفسها تخليها ما ينفعش تتقلد، منها مثلا الكتالوج بتاعها. الكتالوج بتاعها ده عباره عن كتاب، يعني ده مش كتالوج، ده كتاب كده تقريبا كام صفحه، هقول لك في كام صفحه، 127 صفحه. يعني عشان اصلا حد يجي يقول لك انا هقلد المنتج ده واضربه، هيحتار في الكتاب نفسه، في الكتيب نفسه، الكتالوج بتاعها هيحتار يعمله ازاي، هيملى الصفحات دي منين، ولو خد الطباعه وقلدها استحاله يطلعها بنفس الجوده اللي معمول بيها الكتالوج ده. الكتالوج بيحتوي في الاخر هنا على ضمان، لكن الضمان ده دولي مش ضمان في مصر. واللي اتعامل معانا عارف ان حضرتك لو اشتريت من عندي اي مكوة بتاخد عليها ضمان بفاتورتي انا، فاتورتي انا الشخصية، مش ضمان شركة ولا ضمان توكيل. حضرتك بتاخد المنتج بضمان السنتر عندي، ضمان سنتر مجنون حلاقة. فالضمان اللي عليها الدولي ده خاص طبعا بالاماكن اللي بيبقى فيها التوكيلات بتاعت الشركة نفسها. نشوف بقى المنتج من جوه شكله ايه. المكوة الجميلة هي بتاعتنا الاكسترا برو، ده شكلها. هتقول لي بقى مطبوع عليها من الداخل ولا محفور؟ هقول لك سيبك من الشغل ده، احنا ما بنتكلمش على تورنيدو جولد الكوري ولا بتاع، احنا بنتكلم على منتج ايطالي لسه ما نزلش نهائي، يا دوب اول قطفه ليه كده في مصر. شكل المكوه بتاعتنا طبعا للوهله الاولى هتعرف انها ديجيتال. ديجيتال يعني ليها شاشه رئيسيه كده بتعرفني درجه الحراره كام، وده شكلها من الداخل. وهنا من الداخل اهي البيانات بتاعه الواط والفولت بتاعها، هي 220 ل 240 فولت، يعني متوافقه جدا مع الكهرباء عندنا في مصر. الواط بتاعها 35 واط ميد ان ايطالي. كل الحاجات دي كده مكتوبه عندنا من الداخل. السيراميك بتقنيه النانو. طب انا جبت الكلام ده منين؟ اهو على العلبه نفسها مكتوب نانو تيتانيوم، مصنوع من التيتانيوم ومضاف ليه جودة او تقنية النانو الرئيسية. بتعمل ايه بقى النانو دي في الشعر؟ بتخلي تفاعل الحرارة مع الشعر ما يبقاش مضر للشعراية نفسها، وفي نفس الوقت يدي لمعة للشعر اثناء الكوي وبعد الكوي. نشغل بقى المكوة الجميلة كده ونشوف تشغيلها عامل ازاي. بسم الله كده. تشغيلها بقى هنا ده الباور بتاعها، لو ضغطنا على الباور دوسة طويلة هتفتح معايا الشاشة. طيب عندي هنا زرارين، واحد سالب وواحد موجب، واحد بيقلل الحرارة والتاني بيعليها. هضغط طبعا على الموجب ده وهفضل اعلي لحد ما توصل لاقصى درجة حرارة فيها. طب درجة الحرارة القصوى ليها كام؟ 230 درجة سيليزي او مئوية. طيب انت كنت بتقول ان المكوات الجولد مثلا 470 درجة ودي اللي ينفع نكبس بيها البروتين وبتاع. بص حضرتك، ال 470 درجة دي فهرنهايت، لكن احنا بنتكلم النهارده عن 230 درجة مئوية او 230 درجة سيليزيوم. ايه الفرق بين الاثنين او ايه العلاقة بين الاثنين وايهما افضل؟ عندك ال 470 درجة بتعادل حوالي 230 235 درجة مئوية، يعني هي دي هتديني نفس جودة وشغل ال 470 درجة الفهرنهايت. عشان اعرف انها خلاص وصلت للدرجة اللي انا عايزها اللي هي الدرجة القصوى، وطبعا نقدر نستخدمها بدرجات اقل. مكوة ممتازة جدا، انا شخصيا لما شفتها عجبني فيها كذا حاجة. اولا انها ايطالية الصنع، ثانيا انها لسه ما اتقلدتش، يعني لسه ما نزلش منها اي حاجه كوبي في مصر، فلحقنا احنا كده ناخد وش القفص. ثالثا زي ما قلت لحضراتكم ان منها 3 موديلات. انا اخترت الموديل ده ليه؟ الموديل ده يعني هو الاقرب للشياكه واللي يناسب كمان الشغل. الموديل الثاني عريض، فالعرض ده زي ما احنا عارفين كده ما بيناسبش
جودة البروتين قوي، مش هعرف اجيب بيه البروتين من الجذور. الموديل التاني ما فيهوش الشاشة الديجيتال، فانا شخصيا اخترت الموديل ده، عجبني قلت خلاص هو ده اللي هنعمل عليه الريفيو. باذن الله اللي هيشتريها مش هيندم انه اشتراها. متوفرة عندنا في سنتر مجنون حلاقة. هسيب لحضراتكم العنوان ورقم التواصل تحت الفيديو. سلام.